أهلا وسهلا فيكم بقناة روزا دي فلوري، وجمعة مباركة على الجميع يا رب. ليوم الجمعة بسوريا خصوصية مرتبطة بالذاكرة الشعبية للشعب السوري برمته بكل محافظة من محافظاته. سوريا التاريخ نقشة طباعها وعاداتها اللي تنقلتها الأحفاد من الآباء والأجداد، طقوس عادات تقاليد ما زالت متبعة حتى يومنا هذا. يوم الجمعة هو يوم العطلة والراحة، يوم الدفء واجتماع العائلة، بدءا من فنجان القهوة حوالين البحرة لنتناول الفطور بعد صلاة الجمعة ولسيران نهار الجمعة. بس الفطور السوري ما بيشبه حدا، له أطباقه الخاصة مثل الفول والفتة المتبل والمسبحة والفلافل، ولكل منهم حكاية خاصة. الفتة مثلا هي واحدة من عاداتنا الجميع واللي بنحرص السوريين عليها. ليش؟ لأنه لما بيبقى عنا خبز خلال الأسبوع حتى ما نرميه، لأنه الخبز نعمة، بنقوم بتيبيسه ليجي نهار الجمعة ونستخدمه بالفتة. كل واحد فينا له مزاجه الخاص بأكل الفتة، منا بحبها بالسمنة ومنا بحبها بالزيت، وهذا الطابع ما زال قابع بذاكرتنا. اجتماع العائلة حول المائدة هو الخاصية اللي بيمتاز فيها هذا اليوم. مين منا ما بيحبها ومين منا ما بيتناولها رغم اختلاف أمزجتنا وطبيعاتنا، إلا أنه ذاكرتنا ومطبخنا السوري هو هويتنا اللي بنحملها معنا للعالم وين ما رحنا. بزيارة خاطفة لمطعم الورد بحي ساروجة شفنا السوريين كيف عم يتهافطوا لشراء حاجيات الفطور اللي ما زال السوريين بيحافظوا عليه منذ آلاف سنين. المطبخ السوري هو مطبخ عريق، ولكل أكلة من أكلاته سر وحكاية، ونحن في عنا كتير أكلات بنحب نطبخها بأيام معينة. وسبق وقلت لكم أنه رح نعمل يوم من أيام الأسبوع نحكي فيه عن المطبخ السوري الشعبي والتراثي، لأنه مثلا نحن بنطبخ رز بحليب أو محلاية بيوم المولد النبوي، بنوزع ملبس، أو حتى بنبيضها براس السنة الهجرية، يعني بنعمل شي لونه أبيض. رح أحكي لكم عنهم حسب الأيام وحسب الأكلات كل وحدة فيهم. وأكيد نرجع لموضوع الفتة، انتو كمان اكتبولي بالتعليقات شو أكلتكم المفضلة نهار الجمعة، ويا ترى بتحبوا الفتة بسمنة ولا بزيت، وبتحبوا الفول بالزيت ولا باللبن، وبتحبوا تاكلوا جنب الفلافل مسبحة ولا مطبل. وأكيد كمان حتى هيدول الأكلات في قلنا جنبهم أكلات تانية، في ناس بتحب تاكلهم مع المخلل، في ناس بتحب تاكلهم مع الخضرة. مهما اختلفت أنظمتنا بيبقى المطبخ السوري بيجمعنا، وبيبقى هو تراثنا وهويتنا اللي بننقله معنا للعالم وبنفتخر فيه دايما. وما تنسوا الاشتراك بالقناة، لايك وشير للفيديو، وأكيد جمعة مباركة عليكم أعزائي، تضلوا بخير من روزا دي فلوري.